السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه بيئة كوك ويز ولاء. اهلا بيكم فيديو جديد، وصفه جديده من وصفاتي. اخر وصفات البيتزا واخر موضه فيها هي البيتزا الجبنه المحشيه جبنه. صورها كانت منتشره جدا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، حبيت اشارك معاكم الطريقه. كمان حابه اوريكم عجينتي الطريه جدا والناعمه والهشه جدا جدا وخفيفه جدا جدا جدا. من الاخر حبيت اعمل معاكم احلى واسهل واخف عجينه بيتزا، وكمان تكون على الموضة. قبل ما نبتدي الفيديو حابة افكركم باللايك والشير والسبسكرايب، وكمان عايزة اقول لكم ان انتم لازم تشاركوا معايا الفيديوهات على الاقل لايك علشان الاشعارات توصل لكم، لان من غير يا جماعة تفاعلكم على الفيديوهات مش هيوصل لكم الاشعارات حتى لو انتم مفعلين الجرس. يلا ندخل الفيديو ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت بولة حطيت فيها كوباية من اللبن. على فكرة يا جماعة ساعات احط نصها مية ونصها لبن، فلو مش عايزين تحطوا كلها لبن عادي جدا ممكن تكملوا الباقي بمية. كمان حطيت عليهم نص معلقة كبيرة من السكر، ربع معلقة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، وعليهم معلقة كبيرة من الخل الابيض العادي. الخل ده بيخلي العجينة طرية وهشة وتخمر بسرعة. كمان حطيت عليهم كوباية من الزبادي، قلبتهم كده تقلبتين علشان خاطر السكر والملح والخميرة يندمجوا مع بعض وتنعم شوية. نزلت عليهم بربع كوباية من الزيت، تقلبتين كده، وبعد كده أبدأ أنزل بقى الدقيق تدريجي. الدقيق يا جماعة اللي استعملته هو دقيق لجميع الأغراض. أنا بحط شوية شوية كده تدريجي لحد ما العجينة ما تلم معايا، يعني أنا ببدأ بالمكونات السائلة وبعد كده بنزل بالدقيق تدريجي. أخدت معايا 5 كوبايات، احيانا بتاخد 6، احيانا بتاخد 4 وشويه على حسب نوع الدقيق اللي بستعمله. فضلت ازود كده في دقيق وعجن في العجينه لحد ما في الاخر العجينه تبقى مش بتلزق، ناعمه وطريه جدا، بتعمل عرق زي ما انتم شايفين، وكمان تكون طريه يعني ادخل ايدي صوابعي كده اتعلم، والعجينه كده تبقى يعني فيها لمعه بسيطه. لو ما فيهاش اللمعه دي حطوا معلقه او معلقتين من الزيت. شايفين يا جماعه مطاطيه كمان ازاي؟ لو لقيتم في العجينة تعريج يعني تبقى مكرمشة كده شوية، تبقى محتاجة لسه شوية من العجن. أهم حاجة تحطوا ايدكم كمان وتطلعوها تلاقوها ناعمة طرية مش بتلزق. غطيتها وسبتها تخمر، وبعد نص ساعة ده شكلها. شايفين أدخل إيدي تخمر إزاي بسرعة؟ ده علشان الخميرة بتاعتي كويسة. أنا ما عملتش اختبار الخميرة لأن أنا عارفة إن خميرتي حلوة، وكمان معلقة الخل على السكر بتخليها تخمر معايا بسرعة. المهم ان انا خدت جزء كده صغير من العجينة. شايفين يا جماعة انا بوريها لكم قد ايه هي طرية وما فيهاش تعريج ومش بتلزق. جزء بس من العجين اخدته والباقي غطيته علشان يخمر. وعلى الكاونتر رشيت شوية كده من الدقيق علشان افرد العجينة. فردتها، واهم حاجة في المرحلة دي انها تكون رفيعة على قد ما تقدروا. بعد كده انا جبت صينية صغيرة، ممكن تستعملوا لو عندكم صينية صغيرة وممكن تستعملوا طبق. اهم حاجة انها تكون مقاسها اصغر من مقاس البيتزا اللي انتوا هتعملوها، وعلى قدها كده تقطعوها داير ما يدور. جبت شوكة خرمتها لان انا مش عايزاها تخمر او تعلى معايا. شيلوها كده بشويش من على الكاونتر بتاعكم وحطوها في طاسة، ويفضل انها تكون سخنة جدا، بس لو مش سخنة عادي يعني حطوها على البوتاجاز على نار متوسطة. اول ما تبدأ تشد كده معاكم من تحت اقلبوها على الجنب التاني، تستوي معانا كده نص سوا من الجنبين، وطلعوها على شبكة او على حاجة تكون فيها تهوية من تحت علشان لما تيجي تعملوا طبقات ما تعملش مية او تعرق زي ما بيقولوا. خلاص انا كده خلصت الكمية بتاعتي على قد عدد البيتزات اللي انا هستعملها. كمان جبت بقى العجينة زي ما انتوا شايفين، بعدها بنص ساعة كمان خمرت وبقت زي الفل معايا. شايفين يا جماعة الاخرام؟ معنى كده انها خمرت كويس جدا. المرة دي بقى على الكاونتر حطيت دقيق السيمولينا او سميد السيمولينا اللي هو بتاع البسبوسة. جبت العجين على قد الصينية وفردتها.
مش ساعات يا جماعه لما بتيجي تاكلوا بيتزا من بره بتلاقوا الاطراف وبتلاقوها من تحت كرانشي كده شويه، وبيبقى فيها كده زي نقط تخينه شويه او سميكه مش دقيق ابيض، وبتبقى العجينه نفسها هشه وطريه ومن بره كده كرانشي وناشفه ومقرمشه. ده بسبب السيمولينا. بعد ما فردتها يعني عملتها دايره كده بقدر الامكان، مش لازم تكون متساويه قوي، وجبت صوابع الموتزاريلا دي انا جايباها من السوبر ماركت. لو مش موجوده وعايزين تحشوا حاجه تانية زي مثلا السوسيس او اي حاجه او بسطرمه او يعني اي حاجه مناسبه ليكم، او حتى موتزاريلا ما تكونش يعني صوابع زي دي، اعملوا كده على الاطراف وتنوها بنفس الطريقه اللي انا بعمل بيها دي، وبالشوكه اعملوها كده جامد علشان تضمنوا انها تقفل كويس والجبنه ما تسحش وتطلع بره. يعني انا بس بعملها كده بالشوكه علشان اضمن انها ما تطلعش بره لما تيجي تسيح في الفرن. بعد كده شكشكتها كده برضو بنفس الشوكه علشان مش عايزه العجينه بتاعتي تخمر وتعلى معايا في الفرن. حطيت طبقه من الجبنه الشيدر، ممكن كمان تحطوا شيدر على موتزاريلا بس انا استكفيت بالشيدر علشان مش عايزه الجبنه تسيح قوي مع بعض وما تبانش ليكم الطبقات. بعد كده نزلت عليها بالقرص بتاع العجينه اللي انا عملته وحطيته في النص فوق الجبنه زي ما انتوا شايفين. بعد كده حطيت صوص البيتزا، انا هعمله لكم ان شاء الله في فيديو لوحده، ما حبيتش بس اطول معاكم الفيديو اكتر من كده. وفردته، وبعد ما فردته حطيت فلفل الوان اصفر واحمر واخضر وطماطم وزيتون، ومن فوق طبقه الجبنه دي جبنه شيدر وعليها جبنه موتزاريلا. لو عايزين يا جماعه تعملوها اي حاجه بالفراخ بالبسطرمه باللي انتم عايزينه زي ما تحبوا. وبعد ما فردت الجبنه من على الاطراف كده رشيتها بشويه زيت علشان تاخد لون حلو وتبقى طريه معايا ولونها بيلمع مش مكتوم. بعد كده جبت الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، دهنتها بشويه زيت وعليهم شويه من الدقيق السيمولينا. شلت البيتزا حطيتها فيها، الفرن بتاعي كان سخن مسبقا على درجه حراره 200 ودخلتها الفرن وما كملتش معايا ربع ساعه، وده بقى شكلها. شايفين يا جماعه طلعت على طول من غير ما تلزق ولا اي حاجه. انا عن نفسي بحب البايركس جدا لانها بيبان من تحت سواها وما بتلزقش. رشيت عليها شويه من الزعتر المجفف طبعا وقطعتها زي ما انتوا شايفين يا جماعه. السكينه بتمشي فيها قد ايه علشان هي سواها مظبوط جدا، طريه 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 جدا، هشه جدا، ناجحه. يعني حتى لو ما عملتوهاش محشيه جبنه اتعاملوا بالطريقه دي بالعجينه دي هتبقى ناجحه معاكم 100%. شايفين يا جماعه طبقه الجبنه المحشيه، شايفين طريه طريه قد ايه، وضغطت عليها علشان تنزل الجبنه من النص وتبان انها طبقات. وكده ابقى انا خلصت الفيديو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اللي جايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.